سلام حبايبي، ان شاء الله كنتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. بالنسبه للوصفه ديال اليوم عباره عن عصير ديال الجزر والبرتقال اللي كيخرج لنا واحد الكميه اللي هي جد وفيره، وكما كتشوفوا الختوريه والتقوليه ديال العصير ديالنا صراحه كيجي رائع وهائل ومنعش، خصوصا في شهر رمضان وكذلك في هذه الاجواء الساخنه ديال هذه الايام. يعني بالنسبه لهاد الكميه ديال العصير كتخرج لكم واحد الكميه وفيره، وكذلك بمكونات اللي هما بساطين. بالنسبه للمكونات كنحتاج واحد نص كيلو ديال الخيزو او الجزر، كذلك واحد التفاحه اللي كنكون حتى هي سلقاها مع الجزر، واحد لتر ديال عصير الليمون. هنايا غادي نحتاجو جوج يوغورت ديال الفراوله. بالنسبه لداك الماء فاش كنكون سلقه الجزر والتفاح ما كنفرغوش، يعني كنخليوه باش نطحن معاهم داك المكونات الاخرى. يعني في مولينيكس غادي ندير داك الماء فاش سلقت الجزر كذلك الجزر والتفاح. بالنسبه للتفاح انا درت غير وحيده، ممكن انكم ديروا جوج، من طبيعه الحال كنكون منقياها ومقشراها. بغيتي تضيفوا 3 4 كيبقى لكم اختياري. دابا غادي نضيف داك دانون ديال الفراوله. بالنسبه للتقوليه والختوريه السر ديالو هو هذا الدانون اللي كنضيف حاليا. بصراحه هذا العصير كيجي زوين بزاف، كيكون منعش، ومن طبيعه الحال انا ما كنديرش فيه السكر، يعني كيكون واحد العصير اللي هو صحي 100%. يعني غادي نضيف داك الكاس الثاني ديال دانون. اللي بغى يزيد هذا الفواكه الاخرى كالموز الفراوله الطبيعيه بلا ما يدير هذا اليogurt، يعني كيبقى لكم اختياري. يعني غنكون ضفت دوك جوج كيسان ديال دانون. هنا غادي نخلط المكونات كلهم حتى كيطحن لينا داك الجزر والتفاح ويتجانس معاهم داك دانون اللي ضفت في الاخير. بصراحه انا شخصيا كنستعمل بزاف وكنتناول بزاف هذا العصير في رمضان، كونه صحي وكذلك كيخرج لي واحد النسبه او الكميه اللي هي جد وفيره ما شاء الله. يعني تقريبا راه كيخرج لينا 2 اطرو ونصف او اكثر. يعني غادي نطحن الكل جيدا حتى ما كيبقاش مازال دوك لي مورسو ديال الجزر. وبالنسبه للسليق ديال الجزر يعني فقط لمده 10 دقائق، يعني ما كنسلقوش مزيان. يعني هنايا غادي نقسم الخليط ديالي الى جوج، من بعد غادي نضيف ليه عصير الليمون كيف ما كتلاحظوا. يعني كنخليه يطحن مزيان، من بعد كما ديجا قلت لكم غادي نقسم داك المكونات او داك العصير على جوج، عاد نضيف عليه داك عصير الليمون. بصراحه كما قلت لكم يعني واحد العصير اللي كيجي جد جد رائع، والمذاق ولا اروع صراحه، خصوصا فاش كديريه في الثلاجه وكيكون بارد صراحه كيجي رائع. يعني كيف ما قلت لكم يعني كنكون قاسمه المكونات على جوج، من بعد غادي نقسم حتى داك عصير الليمون على جوج. هنايا اللي بغى يضيف السكر سنيده كيبقى اختياري، اللي بغى يدير شويه ديال التمر يضيفو، اللي بغى يدير العسل يضيفو، يعني كيبقى لكم اختياري. او انكم فقط تحتفظوا بالعصير ديالكم كيف ما هو. راه عصير الليمون كيكون زوين، يعني ما كيجيش حامض، كذلك فيه التفاح والجزر. يعني بالنسبه للمكونات كلهم يعني المكونات عاديه ما حامضينش، يعني ما كيحتاجوش السكر نهائيا. يعني كنكون ديجا قسمه داك العصير على جوج، كنضيف عليهم عصير الليمون. يعني كنكبوه في اناء التقديم وكنقدموه في الكيسان كيف ما كتلاحظوا معايا. يعني الكميه اللي كتكون جد وفيره صراحه كيجي ثقيل وخاطر ومنعش. دونك بالنسبه لهذا العصير كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، فكنتمنى ان شاء الله تجربوا وتردوا عليا في لي كومونتير. دونك فبالصحه والراحه مع وصفة جديدة إن شاء الله. فما تبخلوش عليا بلي لايكات ديالكم، كذلك بالمتابعة ديالكم واشتراكاتكم، ومن طبيعة الحال تعليقاتكم الجميلة. مع السلامة.